خبير الميكانيك مقدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا. أخوتي الحريفية، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الجواب للسؤال ديال السي سالك من مدينة العيون. السؤال تيقول: عندي سيارة يابانية تصن إسانس محرك الليتر 4 الموديل 2010. المشكل ديالها هو الديراطاج وريجي موتور طال وشعلة تشيك انجين. ملي قريت بلاباري ديغنوستيك طلع ليا سوند لامدا ميلونج بوف وغاتي داليمار سيلندر نيميرو 4. السي سلك خاصك تعرف بلي الدور ديال السوند لامدا اللي كتكون قبل من الكاتاليزور هي تعبر الكميه ديال الاكسجين اللي في ليشابمون، ومنها الكالكيلاتور كياخد فكره على الاحتراق كيفاش كان وعلى الدوزاج، يعني الراسيو ديال الهواء مع ليسانس. فإذا كان الدوزاج غيش تنهضروا على نسبة عالية من ليسانس مقارنة مع الهواء، وإذا كان دوزاج بوب تنهضروا على نسبة قليلة ديال ليسانس مقارنة مع الهواء. وتنقولوا دوزاج إيديال ملي تتكون نسبة متوازنة ما بين ليسانس والهواء، وهي اللي تعطينا احتراق كامل اللي تعطينا مردود مزيان وضرر قليل على البيئة. وبالنسبة للمشكل اللي عندك في هذه الحالة السي سالك، غالبا غادي يكون الانجيكتور رقم 4 اللي كاين في السيلندر رقم 4 يقد يكون مبوشي وما تيخرجش نسبة كافية من ليسانس، وهو السبب ديال الديراطاج. والكالكيلاتور غادي يزيد ريجيم موتور باش ما يسكتش، وبطبيعة الحال النسبة اللي داخلة ديال الهواء راها كتير على الكمية اللي داخلة ديال ليسونس، يعني الميلونج راه بوف. وباش الكليان ديالك ما يرجعش عنده مشكل، نصحو يستعمل المواد المضافة اللي كتزاد في ليسانس بحال التيكون اللي معروف عليه كيساعد على تنظيف دائرة الحقن. كنتو مع خبير الميكانيك قدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا.